يا مساء الفل، يا مساء اللي بيعشقوا القهوة. دي حاجة كده بالقهوة كده، أو بالبن، أو البن بتاعنا الجميل. حاجة كده باردة وساقعة وبالتلج جميلة جدا. يعني بصوا الطعم حكاية حكاية. ده ايس كريم ودوت. يعني بصوا، انتوا هتشوفوا الحاجات اللي انا عاملاها حاجات كده جميلة جدا، وملهاش يعني مفيش تكلفة، وبتدفعوا بره الشيء الفلاني فيها. بصوا حاجة كده جميلة جدا وباردة وساقعة. يعني متعودين نشرب القهوة طبعا كده، لا دي قهوة ساقعة طبعا بنطلبها في الكافيهات، بتبقى غالية وبتبقى ليها طعم حلو على فكرة يعني. يعني بتبقى حلوة، فيها ناس بيعملوها حلوة وناس بيعملوها مش أي كلام يعني. هنشوف احنا عملنا الكمية دي ازاي والحاجات دي ازاي. هنا عندي ربع كوباية بن، ربع كوباية بن عادي جدا، البن بتاعنا العادي، وربع كوباية سكر، سكر عادي برضو. حطيهم في الكبة، حطيهم في الخلاط، حطيهم في أي حاجة أو في بولة واضربيهم كده. بس هو حطي مية ساقعة بدل التلج يعني. أنا هحط تلج هنا. انتي عايزة تحطي مية ساقعة حطي، بس بالتلج بيديله ايه، ما اعرفش، بيديله طعم تاني مختلف يعني. وهضربهم كده ضربتين تلاتة كلهم يخشوا ببعض كده، يتجانسوا مع بعض. بس انا حاطه السبرتايه كمان، يعني انا بحب اشرب القهوه على السبرتايه كمان. حاجه كده من الزمن الجميل يعني. والله العظيم تحسي احساس القهوه مختلفه جدا على السبرتايه. هنا معايا معايا بتاع ده 2 كده او 3 او 4. يعني انا جبت كده كذا واحده هوهوز، اللي هو بالشوكولاته، مش العادية، هوهوز بالشوكولاته. هفتحهم كده واحط 2 هنا و2 هنا في البولات بتاعتي. ولو عندك حد بقى ممكن تقدميها كده، بصي انسي، ولا جميل جدا انتي واولادك كده، بدل ما تقعدوا في الكافيتيريا وتغرموا الشيء الفلاني. احنا كنا مجموعه كبيره بسم الله ما شاء الله امبارح، وطلبنا حاجات من دي كتير، فقلت الله طب ما انا اعملها بقى في البيت يعني. فدفعنا مبلغ وقدره على حاجات زي دي يعني كده، وسقعه وبارده ومش عارفه ايه، وحاجه بالقهوه وحاجه بالنسكافيه وحاجه. فكله بقى انا قلت لا، انا من عشاق القهوه، فاعمل حاجه زي دي وطعمها تحفه. حطي عليه الخليط اللي احنا عاملينه ده، وعايزة تاكليها كده تاكليها، مش عايزة تسيبيها تبرد شوية بس في التلاجة. وفي الاخر هنحط المكون بتاعنا اللي هو حاجة كده مديها طعم مختلف. هنا في الكاس بتاعي برضو هروح حاطة مثلا حبة تاني من اللبن، واحط حبة من الخليط اللي احنا عاملينه، واحط تلج. جميلة جميلة حلوة قوي يعني. واحط 2 ولا واحدة هوهوز كده، واروح يعني ايه مقطعاها كده صغيرة. يبقى هناكل ونشرب، ونحط الشيلومو ونحط المعلقة ونشرب حبة وناكل. طعمها جميل جدا. وبصوا بقى متشربة بالخليط اللي انا عاملاه القهوة، ومتشربة باللبن، جميلة. في الحر اللي احنا فيه ده لازم نألف ونعمل حاجات ساقعة كتير عشان ترطب على قلبنا يعني. يعني بناكل ونشرب، ناكل ونشرب في نفس الوقت. كله في كاس واحد. وطعم القهوة اصلا حكاية، ولا ريحتها. هنا بقولك لو عايزة تاكليها كده تاكليها، لو عايزة تسيبيها شوية في التلاجة وبعدين هنطلعها ونحط الايس كريم. الايس كريم كان عندي سايح جدا جدا، التلاجة مش راضية من كتر ما النور بيتقطع وكده، فالتلاجة مش راضية تجمد فيها الحاجة يعني. فانا حطيته ايه يجمد شوية. هنا عندي بقى اللي هو الدولسي، دولسي الشوكولاتة بالبسكوت
اتنين كده دولسي كده برضو كانوا سايحين الحمد لله، مش راضيين يجمدوا في التلاجة في الفريزر، فطلعتهم كده وقلت اعمل بقى ايه اختراع كده، حاجة كده فظيعة. هنحطهم كده في الكوباية بتاعتنا. مديلها طعم برضو حكاية، يعني حاجة كده جميلة، الدولسي بالشوكولاتة بالبسكوت فظيع. وهنحط عليه حبة لبن وهنضربهم بالمضرب. اضربيهم بالمضرب اي حاجة، اضربيهم بالمعلقة، هو كده كده هيتهروا معاكي وهيبقوا فيهم قطع كده، وانت بتشربي كده بتطلع معاكي فتافيت كده صغيرة طعمها تحفة. وحطي اللبن بتاعك وحطي التلج. يا سلام، شوفي بقى الكوباية او الكاس او البرطمان او اي حاجة. بصوا الكمية دي سعرها كام بنطلبها بره يعني واحنا قاعدين كده، وحاجة في البيت ونضيفة وانت عارفة انت حاطة فيها ايه يعني. جميل جدا وطعمه حلو جدا. انا بقولك لو عايزة تاكليها كده تاكليها، مش عايزة استني بس الايس كريم يهدى شوية وهنحط. حطيتها في التلاجة بس تهدى شوية وبعدين طلعتها، وبعدين حطينا الايس كريم بقى طلعتها هنا. هنا بقى عندي مثلا 5 بواكي كده، اللي هو نسكافيه بلاك، اللي هو الصغير، انا ما اشتريتش برطمان ولا حاجه، نسكافيه بلاك. هحط عليه السكر بتاعي مثلا معلقتين سكر، انت عايزه تحطي زي ما انت عايزه السكر ده حسب الطلب بتاعك انت. وهضربهم كده بالمضرب، هحط عليهم حبه لبن صغيرين وهضربهم بالمضرب. نسكافيه بلاك، اللبن ساقع، كله حاجات ساقعه النهارده يعني، كلها حاجات مختلفه وساقعه. اضربيهم كده حلو لغايه ما تاخدي القوام اللي انت عايزاه، او بمضرب او بمعلقه حسب ما انت عايزه، كله هيتضرب. وبس كده اداني القوام اللي انا عايزاه واللون اللي انا عايزاه التحفه ده، التحفه. وهنعمل ايس كوفي. ايس كوفي بقى بنطلبه بره حكايه، العيال بصوا متجننين عليه يعني، ايس كوفي كل ما نقعد في حته ايس كوفي. طب ماشي نعمله بقى في البيت. الايس كوفي حطينا هنا معلقتين 3 كده، وحطينا التلج، وهنحط اللبن ساقع، كله ساقع. بس كده اللبن ساقع والمعلقتين النسكافيه بلاك، وهنحط بقى التلج، هنزوده تلج، وحاجة كده فظيعة. دي بقى الكوباية او البرطمان ايس كوفي اللي بره اللي بنطلبه وبنتجنن عليه، وحس ان هو بيرطب كده على القلب يعني، بيرطب كده. من اجمل الحاجات الممتعة فعلا يعني، جميل جدا. بس كده، وزودي بقى زي ما انت عايزة واقفلي كده. بصي ورجي بقى كده واشربي، واشربي احلى كوباية ايس كوفي، احلى كوباية يعني. بصوا جميل يعني فظيع والله، طعمه حلو قوي بو، انا عماله اشرب منه كده. ومع كمان الحاجات التحفة اللي انا عاملاها الباردة، مع الهوز مع القهوة مع الايس كريم اللي هيتحط فيها، طعمها تحفة. الايس كريم طلعته كده مش راضي يسيح اكتر من كده. ايس كريم فانيليا، حطي بقى كده عليهم وانتي بتغطسي كده بقى يعني، خدي ايه غطسي كده مع بعض يعني. المعلقه كده بتلظ يعني. العشاق يعني عشاق القهوه، عشاق القهوه بتاعتنا.
انا اي حاجة فيها قهوة بص راشقة فيها يعني. راشقة فيها. وغطاسي كده ده مع ده، طعم حكاية. ولو سبتيه يتقل كمان في التلاجة اكتر من كده او يجمد اكتر من كده بصوا جميل. حلا بارد، حلا ساقع، حلا متلج، سموه بقى زي ما تسموه، مع الايس كوفي معروف ده طبعا. والحاجات اللي احنا عملناها دي جميلة جدا وحلوة. حلوة في الحر واحنا قاعدين كده نعمل وناكل ونشرب واحنا قاعدين كده، حاجة ساقعة ترطب على القلب يعني. يلا وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكومنت حلو كده زيكم، علشان ايه الواحد بيفرح قوي بالكومنتات يعني. وما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم هدى سحيم.